وهذه المرة في هذه الجلسة الثانية، جلسة شهر أكتوبر، أرادت المملكة المغربية اغتنام هذه الفرصة للقيام بمرور بالقوة، باساج اون فورس كما يقال باللغة الأجنبية، فيما يخص قضية الصحراء الغربية، لتمرير أهدافها التاريخية. والأهداف التاريخية المغربية معروفة: أولاً القضاء على المينورسو، البعثة الأممية، القضاء عليها سواء من خلال تفكيكها، حلها، أو من خلال تغيير جذري لعهدتها. الهدف الثاني فرض مشروع الحكم الذاتي كما يسمى، كإطار وحيد وحصري للبحث عن حل للقضية الصحراوية. والهدف الثالث القضاء نهائيا على فكرة تقرير المصير للشعب الصحراوي. فهذه هي الأهداف. ولما ننظر إلى المشروع الأصلي، ما يسمى بالدرافت زيرو، أي المشروع الأصلي، تبينت فيه هذه الأهداف المغربية بكل وضوح.